الفطيرة الجامبو دي كلها وفري 100 جنيه. هي بتتباع من 100 ل 120 جنيه، انا عملتها ب 20 جنيه فقط، حق 8 كيلو دقيق فقط. وفري 100 جنيه واعمليها في البيت. هسيب لك اللينك في اول تعليق. شايفه الجمال، شايفه الطبقات، شايفه بصي الطبقات بتاعت الفطيره، بصي طبقاتها قد ايه، شايفه، بصي شايفه الجمال. هناكلها بقى بالايه، الجبنه، كريمه الجبنه والقشطه والعسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. هنعمل النهارده فطيرة كبيرة، فطيرة حوالي كيلو. فطير طبعا ليه اساليب كتيرة قوي وطرق كتيرة قوي قوي، وانا المرة دي متعمدة اعمل لك واحدة كبيرة على الرخامة، علشان اللي مش عارفة تعملها زي ايه حبايبنا في الارياف، في المنوفية، في الشرقية بيعملوها على طبلية كبيرة قوي. انا عندي الامكانيات اللي انا اعملها كده. عندي صينية العشاء الكبيرة قوي بقلبها على ظهرها وبحطها على ترابيزة مدورة عالية، وبعملها زي بتوع الايه الريف بالظبط. ولكن النهارده انا هعملها لك على الرخامه. ان شاء الله نعمل فطيره مع بعض كيلو، تعمل صينيه مقاس 35، مقاس كبير جدا على الرخامه. وتابعي معايا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. ومعايا كده كيلو دقيق. وطبعا لما تعملي الدقيق ما تعملوش كله، ربما ان انت ايه تحتاجي ايه منه ايه شيء. طبعا اقصد تحتاجي منه يعني عشان لو عجينه لزقت ولا الميه زادت. وانا هنا ان شاء الله هعجنها على الرخامه. وانت يا ست الكل ما تعجنيش على الرخامه لو انت مش متمرسه، علشان ما تبهدليش الدنيا. يعني معايا كده معلقه سكر كبيره، وادي معلقه كمان اهي. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص شويه ملح صغيرين جدا، حتى دول كده يعني يعتبروا كتار. ليه بقى؟ الملح بيخلي العجينه تقسى وتشد معاكي وما تبقاش ايه طريه. وبرده هنقلل الزيت مش كتير اهو. ادي معلقه ده زيت ذره، وادي التانيه لان لسه هحط على وشها زيت. وهعجن على الرخامه كده زي ما انت شايفه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركه بسم الله، يا بركه بسم الله. الميه اللي معايا 3 كوبايات من الميه دي، من الكوبايه دي. عارفه الكوبايه دي اللي بتبقى المج العادي خالص بتاعنا، اللي هو اللي بنشرب فيه الشاي كلنا في البيت، ماشي؟ دول 3 كوبايات، مش هحطهم كلهم. وزي ما قلت لك انت ما تعمليش على الرخامه علشان انت مش متمرسه اهو، عشان الميه ما تجريش منك. انا بعجن على الرخامه عشان عارفه انا بعمل ايه. وكتير يعني عجن، يعني تفردي العجينه كده وتلميها، تفرديها وتلميها كده، وتطلعي كل الطاقه السلبيه اللي عندك. متغاظه من حد، قايمه متضايقه زي حالاتي، والله العظيم انا قايمه متضايقه جدا، فقلت اعمل فطير اطلع فيه الطاقه السلبيه اللي عندي كده كده لحد ما العجينه تنعم جدا. ولازم تعملي ايه؟ تختاري دقيق جيد. وزي ما قلت لك خدنا 3 كوبايات ميه على كوبايه على الكيلو دقيق، ما حطيتوش كله. دي كده طبعا نص كوبايه، يعني دول كده، دي كده كيلو دقيق الى ايه نص كوبايه. وانت بتعجني لازم تركنيها 3 دقايق بس، وترجعي لها تاني هتبقى جميله جدا جدا. هكمل عجن واجيلك. طيب تعرفي بقى، بصي فضلت حوالي 10 دقايق بالظبط، سبتها في النص كده بتاع دقيقتين. وبصي العجينه من قبل ما ترتاح بصي عامله ازاي. طيب انا دلوقتي بقى هحط هنا كده نقطه زيت، مش كتير، الزيت كتير يخليها تطلع معاكي وانت بتفردي. وهقسم العجينه دي، اتفقنا هنعمل واحده كبيره، واحده كبيره، فهنقسمها ل6 ايه كور. ادي اول كوره اهي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وادي تاني كوره. زي ما قلت لك هتعملي واحده، وحاولي يبقوا كله قد بعض. هتعملي واحده كبيره جامبو زي اللي بتجيبيها من بره ب 100 جنيه و 80 جنيه، بالكيلو دي ب 20 جنيه بس. والسمنه زي ما انت عارفه انا بعملها، السمنه البلدي عندي بعملها ادي كده 3. بعملها منين؟ من وش اللبن اهو.
وطبعا كل دقيق، يعني انا الدقيق بتاعي خد 3 كوبايات، انت ممكن ياخد اقل ممكن ياخد اكتر، كل دقيق حسب نوعه. والعجينه الله اكبر، الله اكبر، جميله جدا، جميله جدا. ادي كده 4، ودي الخامسة. زي ما اتفقنا هنعمل كيلو دقيق على فطيرة واحدة جامبو، ماشي. ودي الكبيرة دي اللي في النص هسيبها تبقى التوبنج الأخير، وهحطها كده 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 اهو بعيد عن بعض كده، هي كده كده هتريح ويمسكوا في بعض اهو. بقى عندي 6 ايه، 6 كور زي ما انت شايفة كده. هعوصهم كده بالراحة كده، ايدي كده زيت مش كتير عشان ما تعملش وش، وهغطيها كده واسيبها. بصي يا ست الكل، كل ما تسيبيه كل ما تاخدي نتيجه افضل. اسيبيها ساعه ساعتين مش مشكله، يعني ممكن كمان تعمليها من بالليل تحطيها في التلاجة وتسيبيها. الفرد بيعتمد على الخطوه دي، الخطوه دي مهمه جدا جدا جدا، ان انت تسيبي العجينه تريح براحتها. الفطير ما فيهوش اي حاجه، الفطير ريحي العجين وخدي احلى نتيجه عندك. هسيبها بقى كده ساعه ساعتين، وبعدين نيجي مع بعض نشوف هنعمل ايه. رجعت لكم حبايبي بعد ما سبتها ساعتين. بصي منظر العجين بقى عامل ازاي، شايفه ارتاحت كويس جدا. هاخد ايه كوره منهم كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما قلت لك انت ما تعجنيش على الرخام، اعجني في طبق، والميه اللي هتاخديها حسب ايه الدقيق بتاعك. طيب عندي هنا الكيلو دقيق الفطير المظبوط يا جماعه بياخد 300 جرام سمنه بس، زبده بس، زبده على سمنه. انا حاطه سمنه بلدي على زبده فرن اهي، سمنه البلدي اللي هي السايحه دي، والزبده الفرن ده 300 جرام. 300 جرام يعني كوبايه ونص. لو انت عايزاه معتدل وتعرفي تاكلي منه زي حالتي، لو عايزاه زياده قوي قوي حطي 400 جرام، و400 جرام معناها ان ايه كوبايتين. بسم الله الرحمن الرحيم. همسك بقى الفطيره كده اهوت وافردها كده. دي اول ايه فطيره. شايفين يا حبايبي انا فردتها بايدي عشان ما اطولش بس الفيديو عليكي، من جوه على بره، من جوه على بره، من جوه على بره، لحد ما اخليها شفافه خالص كده اهي كده اهو. واهم حاجه الاطراف تفرديها على الاخر خالص خالص. اتقطعت اتقطعت مش مشكله اهو، ماشي. كل حته لازم يبقى فيها سمنه، كل حته في الفطيره لازم لازم، لان هي المسؤوله عن التوريق. هبتدي بقى الم كده واعمل كده سمنه. يا الدوره دي مقطعه، يعني مقطعه سمنه اهو كده كده اهو. اهوي كده وسمنه اهو، اهوي كده 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 اهو. الحته اللي اتقطعت دي نفردها كده ونحطها جوه كده، مفيش مشكله. كده 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 وسمنه. وبعدين نعملها كده كده كده، وبقجه بقجه كده نقفلها كويس جدا. لازم تتقفل كويس جدا جدا عشان ما تتفتحش اثناء الايه ما نريحها اهي. بقت عندي اول فطيره هحطها في الصينيه اللي هشتغل فيها هنا كده، ماشي. هبتدي في الثانيه. احنا قلنا هنعمل ايه 6، عاملين كام واحده 6. الثانيه اهو هدهن رخامتي كده. انا بس ايه بفردها مع نفسي عشان الفيديو ما يطولش اهي كده 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 كده، من جوه على بره، من جوه على بره، من جوه على بره كده. روسي ايدك كده، بسم الله بسم الله اهي. شايفه من جوه على بره، من جوه على بره، من جوه على بره اهو. ولو كان الدقيق بتاعك بيأستك كده، يعني بيأستك يعني بيرجع، ده مش منك، ده من الايه، لان انا مريحاه كويس جدا، انا مريحاه ساعتين. ده بيبقى من الدقيق اهو. بصي كده كده، اهم حاجه عندي الطرف، اهم حاجه عندي الطرف. بصي اهي كده كده الطروف دي تتفرد كويس قوي، وهي لازم تبقى زي ورقه السيجاره سمنه اهي عشان تفرد معاكي سمنه اهو. شايفه من جوه على بره، من جوه على بره، من جوه على بره، من جوه على بره، من جوه على بره اهو. كده 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 كده. انا الاولانيه عملتهاش معاكي فقلت اعمل دي ايه كلها قصادك انا، بس عشان الفيديو ما يبقاش طويل اهو. كده 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 قطعت مش مشكله، هربدتي هتدور مش مهم اهو. اهو كده كده كده. وبهوي بقى، بهويها كده، بهويها كده اهو. وحاطه اللي هي الاولانيه هنا في حته تكون ايه سليمه. وادي سمنه، وادي سمنه، سمنه على زبده. متنسيش ان انا حاطه سمنه على زبده اهو كده اهو كده. دي 300 جرام، انت لو عايزه اكتر دي حاجه بتاعتك بقى. شايفه كده اهو كده. هي اول واحده بس الايه
اللي بنقفلها جامد بس اهي. دي كده تاني فطيره، يعني عندهم فطيرتين. هعمل بقى بقيه الفطير كله كده واوريكي في الاخر عشان ما اطولش عليكي الفيديو. حبايبي انا خلصت الست فطيرات دي، كانت السته. ماشي، امسكها بقى هنا كده، طبعا بس كده اهو في الايه الصينيه ديت، ولازم اسيبها مش اقل من نص ساعه عشان تفرد لي الصينيه دي كلها وتعمل لي طبقه الصينيه دي كلها. لازم اسيبها نص ساعه بالظبط اقل حاجه. احط عليها الكيس كده واحط عليها الحته دي كده واسيبها نص ساعه، وبعد كده نيجي نشوفها عملت ايه. خلاص، وهدخلها على فرن سخن جدا جدا، يشتغل من فوق ومن تحت. لو الفرن عندك بيشتغل من فوق بس، من تحت بس لوحده ومن فوق لوحده، شغلي من تحت الاول كويس جدا. حطيها على الصاجه من تحت وبعدين اطفي، ولما تشمع كده من تحت اطفي وحطيها ولعي الشوايه. انما انا فرني بيشتغل فوق وتحت، هحطها فوق وتحت. و اللهم صل على سيدنا محمد، احطها قصدي على الشبكه، وهشغل فوق وتحت. ولازم تكون درجه الحراره جامده قوي، عاليه قوي، 200 درجه، 220 على درجه حراره عندك. تطلع بديها بخة ميه وبعدين بدهنها بالزبده واغطيها برده عشان تبقى طريه، وهنشوفها مع بعض. دلوقتي يا حبايبي سيبتها بالظبط ساعه، وعايزه اقول لك ان انا اكتشفت اني فيديو، مش عارفه كل ما اجي اعمل فطير يحصل كده، فيديو توريق النور كان مطفي، نور الستاند اونلاين. بصوا سبتها ساعه عشان تفرد لي حجم الصينيه دي. انت متخيله الصينيه دي انت لو جبتيها من بره، بصي بقى، بصي تعرفي منين ان الفطيره ارتاحت ان هي ما ترجعش تاني. تخيلي انت لو جبتي الفطيره دي من بره مش اقل فوق ال 100 جنيه يا جماعه، فوق ال 100 جنيه. طبعا مولعه الفرن من شوايه ومن فوق ومن تحت، يعني الفرن والشوايه مولعاهم بقالهم بتاع ربع ساعه بالظبط. زي ما قلت لك نار حاميه قوي. انا هحط الاول عندي ان شاء الله تحت الاول، عشان الفيديو اللي فات قلت لا الشوايه الاول، لا انا هحط على الشبكه، لا مش على الشبكه، انا هحطها تحت، ولما تتشمع من تحت هقلبها على هحطها على على الشبكه. لكن انا برضو مشغله الفرن من فوق ومن تحت. بصي الجمال، بصي بصي، الله 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 يا قدوره يا معجبه، الله الله الله. بصي علشان تملالي الصينيه سبتها ساعه. النص ساعه ما كانش هينفع اسيبها نص ساعه. بصي بصي الجمال. لا انا قلت اسيبها ساعه علشان تاخد وتدي مع نفسها، واخد منها نتيجه حلوه. وهحط بقى حته قشطه كده من بتاعه اللبن برضو على الوش كده اهو كده. شايفين الجمال؟ بصي الجمال، بصي شايفه الجمال؟ بصي، وحد بيتصل بيا على النت، انا نسيت اعمل وضع الطيران، مش مشكله. بصي بصي الجمال، بصي شايفه انا بس عايز شوفي حجم الفطيره قد ايه. بصي الفطيره قد ايه، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. شايفه المنظر؟ بصي الله 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 الله. هحطها بقى واوريها لك ان شاء الله بعد ما تخلص خالص خالص. شايفه المنظر؟ شايفه المنظر عامل ازاي؟ اللهم بارك اللهم بارك. شايفه؟ بصي المنظر، بصي شايفه يا حبايبي. طلعتها من الفرن، اول ما طلعتها بختها كده بخة ميه ولمعتها بمعلقه زبده عشان تفضل لمعه، وغطيتها زي ما انت شايفه كده بكيس نايلون وبعدين فوطين كده. والله الله الله اللهم بارك. شايفه المنظر؟ شايفه منظرها عامل ازاي؟ شايفه من تحت عامله ازاي؟ وغطيتها علشان تطرى، واحنا بنحبها على فكره مش طريه، بنحبها مقرمشه كده. بصي المنظر، بصي لونها عامل ازاي، شايفه شكلها عامل ازاي؟ اللهم بارك اللهم بارك. بصي المنظر، بصي المنظر، بصي الحجم، بصي الحجم، يعني انا عايزه اوريكي الحجم. بصي الحجم قد ايه، شايفه؟ بصي. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد وعلى قد الايد من قدوره فود. وحضرت معاها ادي كده جبنه قديمه عاملاها زي الكريمه كده تجنن، بطحينه وزبادي، وبقيه القشطه اللي احنا استخدمناها والعسل الاسود. وبألف هنا وشفا على اللي ياكل ويجرب طريقتي، مش هتندمي، هتاكلي احلى فطير وشلتت ان شاء الله.